اكتر حاجه ممكن تهد حد قوي جدا انه ما بقاش مبسوط في بيته، ان هو مروح من الشغل هو مش سعيد، هو سعيد هو نازل، اللي هو بياكل في البيت هو مش مبسوط، هو بينام هو متضايق من المخده، وهو قاعد في بيته هو مش حاسس بالراحه. دي تهد جبل، دي تهد جد حد اشتغل على نفسه سنين في لحظه. لو انتوا من الناس دول ارجوكوا كملوا الفيديو ده، لان الفيديو ده يهمكوا انتوا جدا. اول حاجه هنعملها ان احنا هيبقى عندنا يقين ان انا مش مبسوط، واعترف مع نفسي مش مع حد تاني غير نفسي او حد متخصص ان انا مش مبسوط في البيت. ومن النهارده هبتدي احل ازاي ابقى مبسوط في البيت ده. الحل مش الهروب، لان ناس كتير بتجيلي في السيشن وتقول لي انا عايزه امشي، انا عايزه اهد البيت، انا عايزه اتطلق، انا عايزه اسيب بيت اهلي، عايزه اعيش لوحدي، انا مش حابب اكمل حياتي في المكان ده، في المنطقه دي، فلازم هغير المنطقه دي واروح مكان تاني. ده اسمه هروب، ده مش حل. ماشي، عايزين تطلقوا، عايزين تسيبوا البيت، عايزين تعزلوا، عايزين تسيبوا بيت اهلكم، براحتكم لو انتوا خدتوا قرار وانتوا مقتنعين، مش واخدين القرار عشان نهرب من المكان. فأول حاجة هعملها إني أنا هواجه نفسي إن أنا مش مرتاح. تاني حاجة هعملها هسيب القرار الهروب والمشيان على الجنب، هو مش هيروح ولا هيطير مني، هو معايا في جيبي، أنا هاخد قرار ده أي وقت، بس وأنا واخداه وأنا بجد مرتبة نفسي تمام. يبقى ده تاني خطوة. تالت خطوة هبتدي أدور على أي حاجة تريحني في البيت ده. كرسي، حتى لو الكرسي ده حد بيقعد عليه، أنا هفرض سيطرتي على الكرسي وهقعد. هم زعلوا، هم اتضايقوا، ما أنا زعلان على فكرة. تاني حاجة هبتدي اشوف كوبايه حلوه انا بحب اشرب فيها اي حاجه، هشتريها ومش هخلي حد يشرب فيها. كنت حد زعل مني، كان حد كلمته بطريقه مش ظريفه، كان حد قرر يشرب في الفنجان ده او في الكوبايه دي، هقول له لا، مش هتشرب. ودي مش انانيه ولا دي قله ذوق، دي راحه. تالت حاجة هشوف أنا بحب أتفرج على أنهي برنامج في أي وقت، وهقول أنا النهاردة هتفرج على الماتش المعين الساعة دي، اللي حابب يبقى معايا أهلا وسهلا، اللي مش حابب هو حر. أنا حابة أتفرج على التمثيلية الفلانية دي، بس من غير ما بقى اجريسيف، بتكتكه كده وطريقه ظريفه. هبتدي اقول يا جماعه انا سايباكوا طول النهار، بس انا بحب اتفرج على التمثيليه دي، معلش هعمل شويه فشار، هعمل بيتزا، هعمل اي حاجه عشان اتفرج على الحاجه اللي انا عايزاها. ولو حد جه قال لي ايه التمثيليه المقرفه دي، انا مش سامعه. الماتش المزعج ده انا مش سامع، انا مش سامع غير صوت نفسي، انا مش سامع غير صوت ان انا لازم ارتاح. يا جماعه صدقوني، لو احنا مش مرتاحين في بيتنا مع اشخاص مش مرتاحين فيهم، ده بيهد جبال على مدى الايام والشهور والسنين، ده بيجيب مرض، ده بيهد جبل بيحركوا من مكانه. لو انتوا مش مدركين بده، ارجوكوا راجعوا نفسكم واعرفوا قد ايه انتوا اتغيرتوا لما كنتوش حاسين انتوا مرتاحين في بيتكم. يبقى هنعمل الخطوات دي، وهعمل لكم فيديو تاني للخطوات اللي بعد كده، لان هو ده على مدى ايام هنتغير ومدى السنين هيتغير. بس اهم حاجة تاخدوا القرار ان انتوا تكونوا سعداء في بيتكم، في مخدتكم، في فنجان القهوة اللي بتشربوه، في كوباية الشاي، في التلفزيون، في الكرسي، في الشبشب، في البيجامة. الحاجات الصغيرة دي بتفرق جدا. اشوفكم فيديو جديد.